ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل معاكم فيديو عباره عن ازاي تحولي هدومك القديمه او هدومك العاديه ان هي تبقى ترند او موضه في 2019، وايه هي النصايح اللي انت تاخدي بالك منها عشان تباني ان شكلك افخم او شكلك اشيك او ان انت تبقي مختلفه عن الناس اللي حواليكي. وفي نفس الوقت كمان لو انت مثلا مليانه شويه او لو انت قصيره شويه او لو انت طويله شويه، ايه الحاجات اللي انت تتجنبيها. بس المفاجاه النهارده اني انا مش جايه لوحدي، النهارده انا معايا 5 يوتيوبر تانيين هنكلمكم عن كل حاجه تخص الموضه في 2019، كل حاجه تخص الطرح بقى واللبس والميك اب والشعر، وكمان ايه هي الحيل التجميليه اللي هتكون في 2019. فمين هما اليوتيوبر اللي معايا النهارده؟ هما آية ورباب وسومة وندى ومنال. فلو عايزين تعرفوا ايه هي الفيديوهات او ايه هي الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها بعد ما تتفرجوا على الفيديو بتاعي، تروحوا عندهم على قنواتهم وتعملوا لهم لايك وشير وسبسكرايب وتتفرجوا على القنوات بتاعتهم وتقولوا لهم ان انتوا جايين من عندي، دي اهم حاجه. ويلا بينا عشان نبتدي. ويا بنات المفاجاه كمان ان انا خلاص عملت انستجرام، هحط لكم الرابط بتاعه او هحط لكم اللينك بتاعه تحت. وعايزه اعمل لكم حاجه تكون حلوه او حسيت اني محدش عملها قبل كده، هي اني هحط البوست على الانستجرام وهقول لكم ايه الحاجات اللي انتوا شايفينها او اللي انتوا مش عارفين تلبسوها، ممكن تحطوا لي صورها وانا ممكن اشوفها واقول لكم ايه الحاجات اللي انتوا ممكن تعملوها بيها، حتى لو افكار بسيطه يعني. ممكن كمان لو انتي مثلا شايفه ان شكل جسمك ما يليقش عليه حاجه معينه، ممكن تحطي لي صورتك برضو وانا هرد عليكم وهقول لكم، او ممكن اعمل فيديو بقى عن اسئلتكم وعن الهدوم اللي انتوا حاطينها. المهم ما علينا عشان مرغيش اكتر من كده. اول حاجه خالص البلوفرات الاوفر سايز، تقريبا كلنا عندنا بلوفرات اوفر سايز اللي هي بتكون مقاسها او حجمها كبير كده. لو انتي ما عندكيش اكيد طلب اخوكي مليان. هتعملي ايه ساعتها؟ هتروحي تجيبي البلوفر الاوفر سايز، بيبقى ممكن ما يبقاش فيه اي حاجه خالص. شايفين الريش ده او الفرو ده، مش عارفه هما بيسموه ايه. تروحي الزنقه لو انتي من عندنا من اسكندريه، لو انتي مش من اسكندريه تقدري تروحي اي مكان يكون بيبيع اقمشه واكسسوارات وحاجات زي كده، هتلاقيهم بيعلقوا الحاجات دي كده، بتاخديها انتي بالمتر. روحي اشتري متر، هو متر مش اكتر من كده. تقدري تحطيه على الكتاف بس، يا اما تقدري تحطي 3 مثلا على الايد بالمنظر بتاع البلوفر ده. الحاجات دي ترند جدا جدا كانت في الفتره الاخيره. تقدري كمان تعمليها على الحاجات الخريفي، تكوني لابسه تي شيرت يكون خفيف زياده عن اللزوم او خفيف قوي بس صوف يعني، وتحطي عليه حاجه من الحاجات دي. الحاجه التانية طلع اللي هي الحاجات اللي بتتحط على الكوع بس، ما بتتحطش على اي حاجه تاني. تقدري تحطيه على الكوع، نفس هو البلوفر اللي انا بتكلم عنه. تقدري تجيبي النكلس دي او الخرز الرفيع ده، تقدري تجيبيه من عند اي حد بتاع خرز، تمام. تجيبيه وتجيبي مسدس شمع، بلاش مسدس شمع عشان احنا حملتنا تقشفي وتألقي. هي ان انت تعملي ايه؟ تجيبي الاعواد بتاعه الشمع من اي مكتبه، بتلزقي البتاع ده او النكلس او الخرز ده بنفس هي اعواد الشمع دي. العود الواحد ب2 جنيه تقريبا، بتقومي مسخناها على النار. اوعي تحطيها على البلوفر عشان انا عارفه الغباء، لان انا كنت واحده غبيه. اول حاجه تعمليها هي ان انت بتجيبي القطعه اللي هي بتكون زي دي كده، وبتحددي الشكل من بره بتاعها، المربع يعني بتاعها من بره، وبتبتدي تلزقيها. ممكن تحطي متر او تحطي اي حاجه. النكلس بقى بترسمي بالطباشير او بترسمي باي حاجه يعني، وتبتدي ان انت تمشي عليها، بتعمليها بنفس المسدس بتاع الخرز ده. الطريقه دي هتخلي شكل بلوفر عادي خالص. تقدري تعمليها بشكل المثلث المقلوب، تقدري تعمليها كانك حاطه حاجه كده مربعه، مش عارفه بيبقى بتتسمى ايه، لان انا في الحاجات بتاعه الفاشن جهله جدا، معرفش الاسماء اصلا. بس هي عموما حاجات كده بتتحط على الكتف، تمام. مش عايزه تعملي ولا ده ولا ده ولا ده، نفس التيشيرت بتاعك برضو تجيبي بيدجات. البيدجات دي بتبقى موجوده عند الناس برضو في الزنقه اللي بيبيعوا العقاد والحاجات اللي هي بتاعه الخرز والحاجات اللي زي كده، مش عارفه برضو اسمهم ايه، بس انتوا اوريدي هتلاقوهم. في منهم بدبابيس عشان ما تبوظيش الحاجه اللي انت عايزه تلبسيها، تقدري تغيري فيها كذا مره يعني. الدبابيس دي تقدري تجيبي بقى انت بيدجات وتحطيها، تحطي اكتر من واحد يعني بنفس شكل البلوفر اللي انا هوريه لكم دلوقتي ده. تقدري تحولي بلوفر عادي خالص لبلوفر يكون موضه وشكله شيك وشكله كده على البنطلونات البوي فريند والحاجات دي، على شنطه من على الوسط، بيكون شكلك جاجوال جدا جدا وبيكون شكلك مختلف تماما. نيجي بعد كده للبنطلونات. البنطلون الجينز اللي عندك اللي هو ما فيهوش اي حاجه خالص، تقدري تعملي له ايه؟ ان انت تقصيه من تحت وتبتدي ان انت تشرشبيه
المنظر اللي انا هوريهولكوا ده. وبعد كده تبتدي تلبسيه. البنطلون ده طالع موضه جدا، المشرشب في اللي بيتني من تحت وفي المشرشب، بس المشرشب طالع موضه اكتر في الفتره دي. تقدري ان انت تحطي على البنطلون برده بيدجات، بس لو انت مش مليانه من تحت. لو انت مليانه من تحت ابعدي خالص عن البيدجات. وبعدين كمان البيدجات على البنطلونات حسيت ان هي ادمت شويه، مش عارفه، انا حسيت ان هي ادمت، بس ما علينا يعني. تقدري ان دي طريقه برضو تعمليها. البنطلونات اللي بتكون ضيقه خالص من فوق ورجلها جايه بواسع قوي، تقدري برضو ان انت لو عندك بنطلون من البنطلونات اللي زي دي تقدري ان انت تقصيه وبرضو تشرشبيه من تحت وبيكون شكله موضه جدا. بس انا ما بفضلش البنطلون ده اول حاجه للبنات المليانه، تاني حاجه للبنات القصيره البنطلون ده بيأثر جدا. فلو انتي قصيره او لو انتي مليانه ما تلبسيش البنطلون اللي هو رجله واسعه زياده عن اللزوم من تحت ده. حاولي ان انتي تلبسي البنطلونات اللي رجليها ضيقه، بتكون شكلها اشيك واحسن. نيجي بعد كده للحاجه اللي بعد كده، وهي ان انتي اكيد كلنا عندنا جاكيت جينز. جاكيت جينز عادي خالص. تقدري الجاكيت الجينز من الحاجات اللي تقدري تبقي لابسه حاجه عاديه جدا ملهاش اي 60 لازمه، او انتي مش شارياها جديده ويكون شكلها موضه قوي وتكون شكلها ترندي قوي. تقدري ان انتي تعملي فيه ايه؟ ان انتي اول حاجه تقطعيه. الجاكيت الجينز المقطع شكله موضه زياده عن اللزوم. الحاجه التانية تقدري تحطي عليه بيدجات، بس بلاش البيدجات برضو لان انا حاسه ان هي موضتها ادمت، بس دي حاجه من ضمن الحاجات. الحاجه بقى اللي اخر موضه بجد وحلوه قوي هي الحاجات اللي هي عامله شبه الخرز دي اللي هي بتكون مدوره. تقدري تجيبي الجاكيت بتاعك وتحطي على الجاكيت كله اللولي او الفصوص اللي زي دي، وتقدري كمان تعملي منها ان كانك لابسه طقم، ان انت تبقي مثلا لابسه بنطلون مقطع وتحطي حوالين القطع بتاع البنطلون بتاعك اللي هي الخرز اللي زي ده او اللي هي الحاجات المدوره دي، تلزقيهم على الجاكيت الجينز وتحطيه كده على كتافك. يعني ما تلبسيهوش، تحطيه على كتافك مع قميص من جوه متشمر، او انت تبقي مشمره قميص شويه وتبقي حطاه مع نفس الشنطه اللي بتكون على الوسط. شكله بيكون شيك جدا، ودي احدث موضه دلوقتي بالنسبه للبنات. ماشي، دي حاجه برضو من ضمن الحاجات. للحاجه اللي بعد كده وهي الفستان الواسع الطويل. كلنا اكيد عندنا نفس الفستان الواسع الطويل ده، وخصوصا المحجبات. تقدري تعملي ايه في الفستان ده؟ ان انت تجيبي له حزام يكون نفس لون الشوز اللي انت هتلبسيه ولون الشنطه اللي انت هتلبسيها. دي حاجه. الحاجه التانية يا اما ان انت تجيبي له حزام يكون لون مثلا الورود اللي فيه او لون النقشات اللي بتكون في الفستان نفسها. يفضل ان انت تلبسي حزام يكون جلد اللي هو بيتلف على الوسط. هحط لكم صورته دلوقتي. الحزام ده شكله اخر موضه واخر موديل. وتكشكشي الفستان شويه، يعني ما تبقيش حاطه الفستان حاطه وخلاص. الحزام بيتحط فين؟ او طول الجاكيت الجينز اللي انت تبقي لابساه كمان يكون لحد فين؟ عند السره بالظبط، في مستوى السره، يعني ما يكونش على الوسط بالظبط ولا يكون تحت الصدر على طول، ان هو يكون بلورو او حاجه من الحاجات دي. الحاجات دي ادمت يعني خلاص موضتها انتهت. الحاجات اللي موضتها جديده دلوقتي اللي هي الجاكيت يكون على زي شبه البنطلون الهاي ويست. عارفين البنطلون الهاي ويست بيكون فين؟ هو ده طول الحزام اللي انت تبقي لابساه عند المنطقه دي، وكمان الجاكيت تكوني لابساه في نفس المنطقه بالظبط. نيجي للحاجه اللي بعد كده وهي الجيبات. كلنا عندنا جيبات في بيوتنا، منها الجيبه البنسل، منها الجيبه اللي هي البليسيه، يا رب اكون بعرف انطقها صح، اللي هي بتكون زي كانها كرانيش كده، لا مش كرانيش، قصر رفيعه. هحط لكم صورتها دلوقتي. انا الصراحه ما عنديش ولا جيبه خالص، بس بشوف البنات بتلبس الجيبات شكلها عامل ازاي، وبصراحه طريقتهم بتعجبني. بتجيبي شميز جينز، بتجيبي شميز لا كده كتير، بتجيبي شميز جينز، تمام. الجيبه بتاعتك بتكون هاي ويست برضو بنفس الطريقه، وبتدخلي من جوه الشميز بتاعك وبتطلعي حروف الشميز بس الحروف بتاعته، تمام. وبتربطيها ربطه صغنطوطه كده بحيث ان انت ما يبانش ان انت عندك غسيل، تمام. عايزين نبقى فاشونيستا صغيرين في نفسنا. المهم دي طريقه من ضمن الطرق. الطريقه التانية ان انت تلبسي من جوه توب بيزك خالص، اللي هو التوبات اللي بتكون لونها ابيض اللي بتتلبس تحت الهدوم دي، عادي خالص. تقدري تلبسيها وتلبسي عليها جاكيت جلد او جاكيت جينز. الاتنين دول برضو شكلهم بيكون شيك قوي في اللبس. تحطي الجاكيت بس كده على كتفك. نيجي للحاجه اللي بعد كده وهي الجيبه البنسل. بيتهيألي ان معظم المحجبات ما بيحبوش لبس الضيق، او في بنات عموما حتى لو مش محجبات ما بيحبوش لبس الضيق. تقدري تلبسي الجيبه البنسل ازاي؟ تباني ان انتي محترمه وشيك في نفس الوقت. تقدري تلبسي حاجه عليه شبه جاكيت كده بيكون خفيف قوي، بس تنزلي الجاكيت
الجاكيت شويه، يعني تخلي الجاكيت كده مثلا كانه ملبوس كده، يعني مبقيش قافلاه كده وكانك سقعانه، لا تسيبيه كده مفتوح شويه وبيكون طويل، ده بيكون شكله شيك جدا. تقدري ان انت لو عايزه الاطلاله بتاعتك تبقى كلاسيك، لان انت ممكن تقدري تلبسي عليها سنيكر ابيض او كوتشي ابيض بمعنى اصح، كده الاطلاله بتاعتك بقت كلاسيك. لو انت عايزه بقت قصدي كاجوال، لو انت عايزه اطلاله كلاسيك تقدري تلبسي عليها جزمه من الجزم اللي هي بكعب، هوريكم صورتها دلوقتي، وشنطه من الشنط اللي هي بتاعت شانل اللي هي بتكون صغنونه دي بتخلي الاطلاله شكلها مختلف تماما تماما تماما. نيجي للحاجه اللي بعد كده، اكيد كلنا عندنا البنطلون البوي فريند المقطع او البنطلون البوي فريند عموما. البنطلون البوي فريند ده تلبسيه وانتي تانياه من تحت، تلبسي من فوق بلور او تلبسي من فوق تي شيرت يكون واسع شويه، وتتني الكم بتاعه. لو انت بتلبسي نص كم، لو انت بتلبسي كم تقفلي الزراير بتاعه القميص وتعمليه كده شويه، يعني يبقى مكشكش شويه. الشكل ده بيكون شكله شيك جدا. كمان نيجي للبانس اللي هو السويت بانس. شفت معظم البنات في الفتره الاخيره بتلبسه، بس السويت بانس ليه طريقه معينه في اللبس عشان ما يبانش ان هو بنطلون بيت. تقدري تلبسيه ازاي؟ تقدري تلبسيه على تي شيرت وتبقي تانية التي شيرت من فوق، وتبقي مدخله التي شيرت من جوه وتوسعيه شويه صغيرين، يعني تخليه واسع او فضفاض، يعني اللي هو لو اكله تقيله ما يبانش ان انت عندك كرش. عارفين التيشيرتات دي بحبها قوي، دي عشقي اساسا. المهم فتقدري ان انت تلبسيه وتدخليه من جوه كده وتتنيه من تحت، وتلبسي عليه سنيكر ابيض وشنطه برضو من اللي هي بتتحط على الوسط. الحاجات دي بتخلي الشكل مختلف 180 درجه، غير ان انت تبقي لابسه تي شيرت واسع ومطلعاه كده وطويل وخلاص. اكيد كلنا عندنا جاكيت بدله، اكيد لو انت ما عندكيش اكيد مامتك عندها جاكيت بدله من زمان. جاكيت البدله طالعه باكتساح، باكتساح بمعنى كلمه باكتساح. وكمان البنطلونات اللي هي بيكون فيها جيوب اللي هي مش عارفه بيسموها ايه، بيبقى فيها قصرتين دي، هحط لكم صورتها دلوقتي. تقدري توفقي جاكيت البدله بتاعك على بنطلون زي ده، مش لازم يكونوا لون بعض. ده بقى السر هنا في ان انت تبقي فاشونيستا صغيره، ان انت بلاش تلبسي مثلا جاكيت اسود وبنطلون ابيض او العكس، لا تقدري تلبسي مثلا بنطلون اسود وطب اسود ومن فوق جاكيت احمر. الحاجات دي بتبقى شكلها مبهر بالنسبه للناس او شكلها غريب. تقدري كمان تلبسيهم على كعب وعلى شنطه، انت كده بقيتي برنسيسه في نفسك، ولو من غير ما تدفعي ولا مليم من جاكيت ماما. وفي اطلاله تانية اكيد كلنا عندنا البنطلون الاسود والطب الاسود او البنطلون الابيض والطب الابيض. تقدري تلبسي حاجه نفس اللون او نفس الشكل. وهنا بقى الاكسسوارات هي فعلا اللي بتلعب دور. ايه هي الاكسسوارات اللي انت تلبسيها؟ تقدري تلبسي السلاسل اللي هي بتكون 3 ادوار، اللي هي سلسله صغيره وسلسله اطول وسلسله اطول، ومعاها مثلا ساعه ومعاها اسوره، معاها مثلا 3 خواتم في ايدك من هنا. بس حاولي اطلالتك تكون بسيطه، يعني تلبسي حاجات رفيعه، بلاش تلبسي حاجات تكون كلها كبيره. يعني مثلا لبستي سلسله كبيره تبقى سلسله واحده، لبستي سلاسل رقيقه ممكن يبقوا 3 سلاسل رفيعين او صغيرين بس طوال، عشان يداروا ان انت لابسه حاجه ساده خالص. الحاجه دي بتميز اطلالتك جدا. وكمان ان انت تلبسي شوز نفس الشكل اللي انت لابساه، يعني مثلا تلبسي سيفتي يكون لونه اسود على بنطلون اسود يكون طبعا رجله ضيقه خالص. تلبسي جزمه تكون مثلا اللي هي الهاف بوت، او ان انت تلبسي سيفتي يكون عالي شويه على بنطلون يكون واسع. المنظر ده بيبوظ اطلالتك تماما. لا، البسي البنطلون يكون ضيق وبعد كده السيفتي عليه، وتلبسي توب من جوه تدخليه من جوه، او تلبسي بلوزه نفس اللون تدخليها من جوه وتسيبيها واسعه شويه وتطلعيها من بره من ورا، يعني عشان مش مفضل قوي ان انت تبقي مدخله حاجه كلها من جوه في مجتمعنا المصري الجميل. فتقدري ان انت تعملي المنظر ده، وعلى السلاسل دي مع الاسوره وساعتك تبقي فخمه بطريقه، او شكلك شيك بطريقه بتبقي مختلفه تماما عن كل الاطلالات العاديه او اللي شكلها عادي. بعد كده للجيبه اللي هي بتكون واسعه، او الجيبه اللي هي بتكون منفوشه تقريبا عند معظم البنات مننا. تقدري ان انت تعملي ايه في الجيبه اللي زي دي؟ تقدري ان انت تلبسي عليها سويت شيرت من فوق يكون اوفر سايز او كبير شويه وتدخليه من جوه. يفضل ان هو يكون لون مثلا الورود اللي على الجيبه بتاعتك
بيكون شكله حلو قوي وبيكون شكله شيك قوي. وتقدري ان انتي برضو تشمري الكم بتاعه شويه، شكله بيكون حلو جدا. بقى في حاجه تاني تقدري ان انتي تنسقيها مع الشنطه بتاعتك. الشنطه بتاعتك ممكن تكون اي لون انتي عايزاه مع الجزمه بتاعتك، تقدري تنسقيها مع لبسك ازاي. عارفين الاشاربات اللي هي بتتربط من هنا دي؟ معظم الستات سيدات الاعمال والحاجات دي بيحطوها. تقدري ان انتي تاخدي الاشارب ده وتلفيه على ايد الشنطه وتربطيه في يونكه. وبعد كده السنيكر الابيض، كلنا تقريبا في حياتنا عندنا سنيكر ابيض. السنيكر الابيض من الحاجات الاساسيه اللي عند كل بنت، تقدري تغسليه كده وترجعيه جديد ومزهزه. بقى تعملي فيه ايه؟ تقدري تجيبي ورق فوم من المكتبه اللي هو بيلمع مخرفش ده، هحط لكم صورته دلوقتي. وتيجي عند ظهر الكوتشي من ورا، في معظم الكوتشيات بتبقى جايه عامله كده ونازله بمثلث من ورا. اي شكل في الكوتشي بتاعك تقدري تجيبي ورق الفوم وتقصيه وتلزقيه. الورق ده بيتشال وبيتحط، واحنا طبعا داخلين على الربيع فخلاص بقى مفيش ميه في الشوارع، مفيش امطار، مفيش حاجات زي كده، وتحطيه بقى باللون اللي انت لابساه. شفنا الكوتشيات دي في فورتين وفي ديجافو، في معظم الاماكن اللي هي البراندات بيبقوا حاطين لون كده من ورا، بيبقى محطوط، بيبقى لونه ذهبي بقى، لونه فضي، لونه روز، لونه بينك، ايا كان اللون بتاعه ايه. لما تبقي نازله يبقى عندك كذا لون، او تجيبي مثلا معظم الوان التيشيرتات بتاعتك من المكتبه، وقبل ما تنزلي تبقي قصاه وتلزقيه. انت كده خلاص بقيتي ترندي وبقيتي موضه، وبقى عندك احدث موديل من الكوتشي وكانك جايباه للطقم اللي انت لابساه. نصايح بقى اللي انا عايزه اديها لكم بعد كده هي ان انت حاولي تنسقي لبسك. يعني تلبسي من فوق مثلا البنطلون، من فوق البنطلون، ايه الغباء ده، من فوق التيشيرت بتاعك لو واسع يبقى البنطلون ضيق، والعكس صحيح. بلاش تلبسي حاجه من فوق اوفر سايز ومن تحت تلبسي بنطلون بوي فريند وتلبسي عليهم جاكيت من الجاكيت الجينز الكبيره المقطعه كده، هيبان ان انت كانك لابسه الدولاب زحمه كده وحر وما تعرفيش ايه المنظر ده بالظبط. الا بقى لو انت نحيفه زياده عن اللزوم، الاطلاله دي بتديكي كبر شويه لشكل جسمك، او مش بتبين قوي تفاصيل ان انت رفيعه. لكن لو انت جسمك مظبوط، او لو انت اتخن شويه وعملتي المنظر ده مع مثلا طرحه فضفاضه اللي هي الواسعين شويه، اللي هم بيكونوا الطرح اللي مش عارفه بتبقى الكويتي تقريبا، اللي هي بتكون واسعه شويه وبندانه من هنا دي، ولابسه معاهم سكارف كبير وشنطه كبيره ايه ده، ايه يا جماعه ده؟ بلاش تعملي المنظر ده، لان انت كده هتباني ان انت زحمه على الفاضي. نيجي بعد كده للنصايح اللي هي انت تتبعيها لو انت قصيره. لو انت قصيره ابعدي تماما كل البعد عن الهدوم الطويله الكبيره اللي هي الاوفر سايز، وتكون طويله مع مثلا بوت كده، انت هتبقي زحمه وهيبان قصرك زياده عن اللزوم. الحاجه كمان التانية ان انت تتبعي في اطلالتك البساطه، ان انت مثلا تبقي تانية البنطلون من تحت، بلاش تلبسي حاجه بكعب تكون شكلها مجعلص، لا البسي بالورينا على الارض تكون رفيعه على بنطلون متني من تحت، هيبان ان انت ليكي طول، او هيبان ان انت شكلك احلى. دايما تدخلي الحاجه اللي انت لابساها من قدام من جوه لو هي طويله، لان الحاجات الطويله مش مفضله قوي للقصيرين. ما تلبسيش حزامه كبيره، الحزامه الكبيره بتبين اكتر ان انت قصيره، تمام؟ دي حاجه من ضمن الحاجات. ما تلبسيش شيلان تكون طويله واصله لحد الركب، لان كده بتبان قوي قوي ان انت ايه ده، هو ده بس طولها، يعني الشيل اكل 3/4. لا ما تعمليش كده. وكمان من الحاجات اللي تبين طولك اكتر ان انت مثلا تلبسي سيفتي على بنطلون الاتنين يكونوا لون واحد، يعني مثلا يكونوا اسود واسود، تمام؟ الحاجات دي بتدي شكل اكتر او احلى. في سيفتيات موجوده، او دي زي نصيحه كده ليكي، في سيفتيات موجوده الكعب بتاعها من جوه مش باين، الطريقه دي بتديكي طول مع ان انت لابساها مع البنطلون بتاعك. نيجي للحاجه اللي بعد كده، لو انت بقى مليانه شويه او لو انت تخينه شويه من عند البطن، من عند البطن اوعي تلبسي حاجه ضيقه، يعني ما ينفعش تلبسي بنطلون ضيق وتيشيرت ضيق، انت بتقولي للناس انا عندي بطن اهي، ركزوا فيها. والحاجه اللي بعد كده كمان ان انت تلبسي حاجه قصيره قوي على قمر البنطلون، وتبقي لابسه حاجه هاي ويست، بنطلون هاي ويست ويكون ضيق قوي، انت برضو كانك حاطه لمبه وبتقولي للناس ركزوا على كرش يا جماعه. الحاجه اللي بعد كده كمان اللي انت تلبسيها عشان تداري بطنك، دايما البسي حاجه تكون اوفر سايز، مش لازم كلها اوفر سايز، ممكن تلبسي حاجه شبه اللي انا لابساها دي. بصوا شايفين هي واسعه من هنا ازاي، تقدري ان انت يكون الكتف بتاعها مظبوط وكلها مظبوطه والدراعات بتاعتها مظبوطه، بس هي من تحت واسعه شويه صغيرين،
دايما البسيها عند سوستة البنطلون في نصها كده بالظبط، يعني ما تلبسيش من فوق قوي، يعني الحاجه ما تبقاش هاي ويست قوي ولا تبقى طويله قوي، لان انت كده ضيعتي موضه الهاي ويست اللي انت لابساه. فالبسيها دايما عند نص سوستة البنطلون، ويفضل ان هي تكون من ورا اطول شويه عشان برضو تداري الديفوهات اللي عندك من ورا، او ان انت مليانه. التيشيرتات دي او البلوزات دي او البلوفرات دي عموما بتبين الجسم شكله ارفع. الحاجه التانية كمان اللي انت تعمليها، ما تلبسيش ابدا حزام على الوسط يكون محدد قوي بطنك، الا لو الحاجه اللي انت لابساها واسعه قوي، وكمان ما تضيقيش الحزام زياده عن اللزوم. طبعا الحزام بيتحط للناس اللي عندهم وسط عشان يبرزوا ان هم عندهم وسط، بغض النظر ان هم مثلا تخان من تحت. فلو انت عندك بطن او عندك جناب، ابعدي عن الحزامه عموما، او البسي حزامه بس سيبيها واسعه شويه، ما تحددش قوي المنطقه دي ان هي يكون شكلها عندك عامل ازاي. الحاجه كمان التالتة اللي انا عايزه اقولها لكم في موضوع البطن ده، وهو البليزرات. لما تيجي دايما تلبسي بليزر، البسي من تحت التوب بيكون برضو من الواسعين شويه، والبسي البليزر وما تقفليهوش، لان قفله البليزر بتبين ان انت عندك بطن. دي الحاجات اللي اقدر اقولها لكم في البنات اللي عندهم بطن. ودايما زي ما قلت تلبسي حاجات تكون القماشات بتاعتها ما بتلزقش، يعني مثلا الصوف بس يبقى واسع، الصوف الخفيف. البسي مثلا القطنيات، الحاجات اللي هي واسعه فضفاضه. ابعدي شويه عن الفيزون في لبسك والحاجات دي. نيجي بعد كده لو بنت بقى عندها العكس، اللي هي الجناب او رجليها او اللي هي المنطقه اللي عند جيب البنطلون هي اللي تخينه، اول حاجه تبعدي عنها ان انت تشتري الفيستات اللي هي محدده المنطقه دي او ضيقه زياده عن اللزوم عن المنطقه دي. ابعدي عنها خالص، لان دي بتبرز جدا ان انت عندك جناب او ان انت رجليكي تخينه في المنطقه دي. لا، يا اما تلبسي حاجه اعلى من الجناب دي، يا اما حاجه تحت الجناب دي، بس ما تلبسيش ابدا حاجه في نص الجناب دي تحددها لك. تاني حاجه عايزه اقولها لكم هي ان انت تلبسي البنطلونات اللي هي بتكون فيها كسرات من الجناب. البنطلونات دي بتدي شكل ان هي اوريدي واسعه، فبالتالي بتديكي شكل كل واحد. الحاجه الثالثه، ما تلبسيش بنطلونات تكون فيها شغل كتير على المنطقه دي، يعني مثلا ما تلبسيش بنطلونات مقطعه، ما تلبسيش بنطلونات مش مقطعه بمعنى مقطعه بس بلاش مقطعه عند المنطقه دي. ابعدي عن البنطلونات اللي هي بيكون فيها نقشات اوفر او نقشات كبيره، وابعدي كمان عن البنطلونات اللي هي بتكون القماشه بتاعتها بتحدد قوي منظر تفاصيل الجسم. انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا وواحده من اصحابي كان البنت دي رفيعه وانا مليانه شويه عنها، تمام؟ فكانت شاريه بنطلون نوعه عامل زي الشراب شويه كده، عجبني قوي عشان هي رفيعه، فروحت قسته. انا شفت ديفوهات في نفسي عمري ما شفتها وتقريبا مش موجوده اصلا، بس البنطلون برزها زياده او خلى شكلها زياده. يا اما البنطلونات اللي هي بتكون لونها غامق الى حد ما وكلها على بعضها ضيقه من اولها لاخرها. ابعدي عن البنطلونات اللي رجليها بتكون واسعه، ودخلي الحاجه اللي انت لابساها من جوه ونزليها شويه كأن التيشيرت طويل شويه بس هو داخل من جوه. الطريقه دي بتديكي شكل ان انت ماشيه مع الموضه، وفي نفس الوقت كمان انت مش محدده قوي الشكل المنطقه دي او مش محدده قوي المنظر ده. ما تلبسيش البنطلونات المربعه الكاروهات، ابعدي عنها تماما. ما تلبسيش كمان لو انت تخينه الحاجات اللي هي مخططه بالعرض، الحاجات دي مش محتاجه ان انا اقول لكم ان هي بتتخن جدا. وكمان عايزه اقول لكم على حاجه، انت لما تكوني مليانه او لما تكوني تخينه، الجاكيت بتاعت البدل اللي بتكون طويله على بنطلونات ضيقه قوي وانت مدخله التوب من جوه بتديكي شكل ممشوق اكتر او رفيع اكتر من ان انت تبقي لابسه تيشرت وضيقين كده وبنطلون ضيق وخلاص. وكمان البلوزات تقدري ان انت برضو تشتري بلوزات واسعه شويه صغيرين على بنطلونات ضيقه. شفتوا مسلسل طلعت روحي؟ شفتوا البنوته فيه كانت انجي وجدان؟ شفتوا كانت منسقه لبسها ازاي؟ بجد شابوه ليها، شابوه ان هي عرفت ان هي ازاي تنسق وتخس بالطريقه دي وتخلي شكل جسمها حلو قوي بالطريقه دي. بصراحه عجبتني، انا منبهره بيها. بصوا هي كانت عارفه ازاي تبرز، يعني مثلا تبقى رجلك كبيره او تخينه مع ان وسطك يكون رفيع، ابرزي وسطك، حطي حزمه على وسطك، البسي حاجات تكون مقفوله من على الوسط
الوسط، البسي بلوزات تكون ضيقه ونازله بواسع شويه، الحاجات دي كلها بتبرز مميزاتك. فالحد اللي هيشوفك هيبص بس ان انت عندك وسط رفيع، رجليكي رفيعه، البسي حاجات من فوق اوفر سايز او كبيره شويه وعليها بنطلونات عليها تقطيعات، او مثلا بنطلونات بوي فريند او حاجه من الحاجات دي، فالناس هتقول او هتركز ان انت بس شكلك متناسق او شكلك حلو مع جسمك. فاهمين انا قصدي ايه؟ بس كده يا بنات، هي دي كانت كل النصايح اللي انا اقدر اديها لكم في الموضه او في الحاجات دي. ما تنسوش موضوع الانستجرام، يا ريت تكتبوا لي تحت اي حاجه انتوا عايزين تسالوا فيها، واللي عندها اي حاجه مش عارفه تلبسها على ايه برضو تكتب لي على البوست اللي انا هسيبه في الانستجرام بتاعي. وبس كده يا بنات، هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش بعد ما تتفرجوا على الفيديو بتاعي تروحوا عند البنات على قنواتهم تعملوا لهم لايك وشير وسبسكرايب، ولو الفيديو بتاعي عجبكم تعملوا لي انا كمان لايك وشير وسبسكرايب